تخيل أنك تصلي منذ 20 سنة، تركع، تسجد، تقرأ، وتسلم، ثم يخبرك أحدهم بكل هدوء: لم تصلي صلاة واحدة كما يجب. سؤال مرعب، أليس كذلك؟ لكن هذه القصة ستغير نظرتك للصلاة إلى الأبد. يحكى أن قاضيا من القضاة الصالحين سمع يوما عن شاب يجلس في المسجد بعد كل صلاة، لا يخرج ولا ينشغل، فقال لتلاميذه: هلموا بنا إليه، فإني أرى فيه أمرا عجيبا. فلما دخل القاضي المسجد وجد الشاب جالسا في سكينة ووقار، فقال له القاضي: يا شاب، أخبرني عن صلاتك. فأجابه الشاب بكل هدوء: أتساءلني عن آدابها أم عن كيفيتها؟ تعجب القاضي في نفسه وقال: سؤال عجيب، لكنه يدل على فقه عظيم. فقال له: أخبرني أولا عن آدابها. قال الشاب: إذا قمت إلى الصلاة قمت لها بالأمر، ومشيت إليها بالحساب، ودخلت فيها بالهيبة، وكبرت بالتعظيم، وقرأت بالترتيل، وركعت بالخضوع، وسجدت بالخشوع، وتشهدت بالإخلاص، وسلمت بالرحمة. فقال القاضي متأثرا: فأخبرني عن كيفيتها. قال الشاب: أجعل الكعبة بين حاجبي، والميزان نصب عيني، والصراط تحت قدمي، والجنة عن يميني، والنار عن شمالي، وملك الموت خلفي يطلبني، ولا أدري أأقبلت صلاتي فأهنأ أم ردت علي فأعزى. سكت القاضي وامتلأت عيناه بالدموع، ثم سأله بصوت خافت: منذ كم وأنت تصلي هكذا؟ قال الشاب: منذ 20 سنة. فالتفت القاضي إلى أصحابه وقال: تعلموا، فإن هذا الشاب يقضي صلاة 50 سنة في 20 سنة. ثم ختم قائلا: اللهم اجعلنا ممن يقيم الصلاة بآدابها وكيفيتها. الصلاة ليست حركات، الصلاة حضور قلب. فاسأل نفسك اليوم: كيف أصلي؟